بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم أنبت الرضا في صدورنا وأدم الحمد على ألسنتنا وعظم حبك في قلوبنا. اللهم إني فوضت أمري إليك ثقة وإيمانا بحسن تدبيرك. رب اختر لي ولا تخيرني. يا رب اكتب لي الخير أينما كان وأرضني به واشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم سخر لي الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها وعبادك الصالحين وكل من وليته أمري وارزقني من الحظوظ أجملها. اللهم ارحمني إذا حال بيني وبين الأهل والأصحاب. اللهم ارحمني إذا التفت الساق بالساق. اللهم أعيني على سكرات الموت ولا تأخذني من الدنيا إلا وأنت راضي عني. اللهم أجرني من موت الغفلة. اللهم ارزقني التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت. حسن الخاتمة يا كريم الكرماء. سلام، بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صباح الخير ولا مساء الخير على حسب الوقت اللي رايحين تشوفوا فيه هذا لا فيديو. طبوزاتي ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، خاصة في هذه الايام المباركة. ان شاء الله يا رب بكل وحدة متمنية حاجة ربي يقضيها لها في هذه الايام ان شاء الله، واي حاجة ولا اي دعوة مستنيينها ان شاء الله ربي يحققها في القريب العاجل. ان شاء الله تكونوا بخير. طبوزاتي على بالي بلي غبت عليكم شويه، بصح ديما كي نغيب عليكم ونجي ما نجيش بيديا فارغين. الوغ واش جبت لكم اليوم بما انه يا مثل العيد والعيد الكبير، على بالنا بلي العيد الكبير تاع عيد الاضحى يعني تاع الحماشي تاع كاطو، جبتكم حاجه خفيفه برك. يعني اكيد ماكمش رايحين تنوضوا الصباح تفطروا باللحم، رايحين تفطروا بحبات تاع كاطو. شنو هي كاطو ساكي سامبل وبنين وتاع جواز. واش جبت لكم اليوم؟ جبت لكم واحد الغريبيه عجيبه غريبه. دوك تشوفوا معايا لا غوسات وتقولوا لي او تفهموا له. قلت لكم عجيبه غريبه لانه القوام تاعها ولا القوام تاع الطياب تاعها غير عادي على كل الغريبيات اللي تعرفوها. وهذه الغريبيه خاصه هي غريبيه تاع بكري وزمان. الوغ نبداو مع بعضنا في المقادير، وهي كالتالي: كيلة ناقصة أصبع زبدة ذائبة وباردة، أنا أخدمت ب500 غرام. عندي 4 ملاعق تاع زيت. كيلة ناقصة شوية سكر ناعم، نفس الكيلة هي علبة المارغرين. 2 كيلة تاع فرينة محمصة ومصيرة، لازم تحمصوها في المقلاة ولا في الفور كيما تحبوا، المهم عسوها هذا مكان. وعندي كيلة فرينة عادية، يعني المجموع 3 كيلات فرينة. عندي قرصة ملح، ملعقة فاني، 4 كيلة كاوكاو محمص ومرحي محمص جيدا، ويستحسن أنه يكون بالقشور. وكما شفتوا معايا نبدأ نضرب الزبدة والسكر والفاني والزيت جيدا حتى يبيض الخليط. شوفوا، من الأحسن أنه يكون عندكم بيتخان، لأنه البيتخان راح يتنقص عليكم الجهد والتعب والوقت، يعني ثمثم. واذا ما عندكمش تقدروا ديروا بالباتور، بصح وشني لازم مره على مره تحبسوا باه ما يفسد لكمش الباتور تاعكم، لانه التحريك المستمر هذاك راح يكون المده تاعو تكون شويه كبيره. فوالا هنايا بعد ما بيض الخليطه تاعنا نجيو نبداو نخلطوا في الفارينه، يعني نشفوها بالفارينه. دوك تشوفوا لهنا ليه قلت لكم الكلمه تاع عجيبه وغريبه، تبعوا معايا حتى للاخر. شوفوا، ونزيد هذوك 2 كيلات تاع الفارينه اللي حمصتهم قبل، ومن بعد ما تحمصوهمش بزاف باه ما تجيكمش الغريبيه تاعكم تجيكم سمراء، يعني تجيكم رايحه للماغون، يعني خليوها هكذا تكون بيج باه من بعد في الطياب شغل كي طيبوها تجيكم بيضه كيما تاع بكري، ما تجيكمش ماغوني هكذا رايحه لتاع دوكا العصريه هذه. فهمتوا؟ اسمها خليوها كيما تاع بكري، يعني ما حبيت ندير لها لا لي زاغوم لا والو، خليتها كيما تاع بكري. الوغ منين استوحيت هاد لا غوسيت؟ شوفوا، انا عندي ديما واحد لا كليونت هكذا، هي جارتي يعني من هنا من هذا المنبر، يعني نوجه لها تحيه كبيره. شوفوا ديما تجيني تقول لي باللي اخي يقول لك لو كليون سي لو روا، ولو كليون شغل ديما يكون عنده اذواق. الوغ هي ولادها وكانهم ما همش من هذا العصر، يحبوا غير الحاجه تاع بكري، الحاجه هذيك تاع بكري تاع بالطبع والشان، ما فيهاش لي زاغون، ما فيها والو، ما فيها حتى حاجه مودرن، كلش تاع بكري. يعني في كيما نقولوا كي شغل العباد تاع بكري هما ولاد صغار بصح شغل العباد تاع بكري. فهمتوا؟ سما ديما شغل نلقى هكذا كيما نقولوا نحب نطور روحي باه نرضيها، باه نكون عند حسن ظنها شغل في الذوق تاعها. فهمتوني؟ الوغ كي قلت له ما ندير لهاش حاجه كيما هكذا. شوف،
بعد ما خلصت انايا هذيك زوج كيلات ودرت الكوكاو، نكمل بالكيله. شوفوا القوام تاع هذه الغريبيه كيفاه يكون مفرتت، شغل ما تقدروش تتحكموا فيه، شغل راكم تخدموا في كيما نقولوا حاجه مبسه هكذاك، شتو كسره مبسه قبل ما نلموها بالماء هكذاك. هكذا هي الغريبيه. ومن بعد حبيت ندير لها شغل غير الشكل برك عصري، على بالكم بلي هذا المول خرج جديد، قلت لي ما لا ندير لها الذوق تاع بكري وندير لها الشكل تاع ذكا. يعني الشكل موش راح شغل هي ما تقيدنيش بالشكل، هي ديما تقيدني بالذوق. تقول لي نحب حاجه شغل ياكلوها ولادي ما يطيشوهاش، يعني هي كي ولادها كي راجلها. فوالا شوفوا قلت لكم شوفوا كيفاه جايه مفرته. تحكموا واش ديروا ساشي كونجيلاسيون، ديروها فيه هذاك المول، ومن بعد تجيبوا هكذا كريه تضغطوا عليها بيديكم كيما كنت ندير انايا حتى تشكل الكره معاكم وحتتشكل الحبه. يعني ماشي هذيك عاد مفرته حتقولوا بلي ما تقدرش تحكم لا فورم ولا. هذه اللي قلت لكم عجيبه غريبه، يعني هي مفرته جايه شغل هكذا حبيبات، بصح من بعد كي تموليوها تجي في المول عادي، وكي الطيب تهبل. وشن هي الشيء الغريب الثاني اللي فيها هو انه من بعد شغل كي طيبها فوالا انا هنا خلصتها حبيت نعتها لكم وهي في البلاطو. من بعد طيبوها على نار متوسطه حتى تحمر من تحت، تصهدوها شويه برك من فوق، يعني ما تحمروهاش بزاف، قلت لكم لازم تقعد بيضاء اللون. بعد كي تخرجوها من الفرن، جوست كي تخرجوها من الفرن عم بالكم باللي كنتو تاكلوها تحسوها يابسه. ومن بعد جوست كي تعشي ولا تقعد عشوه طول ولا الغدوه صباح، يعني الماكسيموم العشوه كي تحطوها في حاجه تغطيوها فيها، مثلا بورتمونجي ولا تغطيوها، تلقاو هذيك الغريبيه طرات ما تيماجينيوش الطراوه تاعها كيفاه جايه. تحفه. على هذه قلت لكم باللي جايه غريبيه على غير المعتاد. شوفوا اذا عطاكم واحد هكذا مثلا لاغوسيت هذه قادرين تقولوا بلي اخدعنا، يعني خاصه اذا ذقتوها سور لو كو، يعني منين خرجت بردت شويه ذقتوها حتجيكم بلي فريمون يابسه. ومن بعد جوست قلت لكم ما تتغطى وتنحط في بورتمونجي العشوه هكذا برك حتى نقولوا على الاقل 5 ساعات. من بعد وحده تعاود تطري روحها بروحها، وما تيجماجينيوش واش طريه واش بنينه. قوامها على غير المعتاد، ذوقها خيالي، يعني ديما نحسوا باللي الغريبيه بين قوسين تحسوها ما تحسوهاش في فمكم باللي جايه شغل متربه، بصح هذه رايحه للقو تاع الصابلي كثر. وزيد معاها شغل كي تعضوها هكذا بسنيكم تجيكم فيها واحد القرمشه هكذا، ومن بعد تحسوها باللي طريه، اسمها تقعد فيها واحد القرمشه هكذا، ماشي ديك الغريبيه اللي طريه بزاف نتولي قلت لكم متربه. على هذه حبيت نحط لكم هاد لاغوسيت، قلت لك شغل ديما يقول لك اختلف تخالف، ثم حاجه كي تعود فيها واحد الاختلاف هكذا يكون عليها اقبال بزاف. قلت لا ما نحطها لكمش، تكون حاجه سبيسيال، خاصه الشغل العيد الكبير فيه غير الحوايج السامبل الخفيفه اللي ما تشدش الوقت وزيد بنينه. غير برونشي مازالوا كاينين دي غوسيت راح نحطهم لكم بربي ان شاء الله قبل العيد. وسلام.